خرج الجزائري عادل عمروش مدرب المنتخب التنزاني بتصريحات غريبة قبل مواجهة المنتخب المغربي الأربعاء المقبل في إفريقيا بكوت ديفوار، حيث اتهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالكولسة واختيار الحكام والتحكم في مواقيت المباريات وفق زعمه. وقال عمروش في تصريح لقناة الهداف: في رأيي انهزمت في النتيجة أمام المغرب، ولكنكم تعلمون قوة الاتحاد المغربي، فهم قوة ضاربة حاليا في القارة. وأردف في نفس التصريح مشيرا إلى مباراة تصفيات المونديال الأخيرة بدار السلام: نحن رغبنا في اللعب زوالا، لكننا خضنا المواجهة في المساء، وهم من يسيرون الكرة الأفريقية، ونحن من المتتبعين الآن. وواصل المدرب الجزائري اتهاماته للجامعة الملكية لكرة القدم: نعم، تم فرض الأمر علينا، وحتى الحكام يتم اختيارهم وفقهم، لهذا ستلعب ضد منتخب كبير وضد أمور أخرى خفية في كرة القدم. وختم كلامه: نحن لن نكون خصما سهلا لباقي المنتخبات، رغم أننا لا نمتلك نفس الأهداف، لن نذهب هناك لأخذ سيلفيات مع الخصوم، وإذا تأهلنا سنتأهل دون كولسة أو بمساعدة طرف آخر.